السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والانخراط في القناة ليصلكم كل جديد. رغم أن المنتخب الجزائري فشل في التأهل إلى مونديال قطر وانتهت القصة منذ شهور، إلا عددا كبيرا من جيراننا في الجارة الشرقية لم يبتلعوا مرارة إقصائهم المذل أمام المنتخب الكاميروني، بدليل ما يقومون به من حركات استفزازية تزامنا مع هذا العرس الكروي العالمي، والتي تنم عن حقد دفين يسيطر على تفكيرهم بشكل مطلق. فمنذ انطلاق فعاليات مونديال قطر يتابع العالم بشكل مستمر تصرفات غريبة تصدر عن جماهير جزائرية حلت بقطر لا لشيء غير محاولة بعث نعرات الفتنة في محاولة لتغذية حقدها الدفين على دول أخرى نجحت في تحقيق التأهل عن جدارة واستحقاق من قبيل المغرب، الكاميرون، السعودية، غانا وغيرها. والمشهد ذاته تكرر مرات عديدة مع مشجعين مغاربة، حيث يصر مشجعين جزائريين على استفزازهم بشتى الطرق، إما عبر محاولة طمس العالم المغربي ورفع علم الجزائر قبالته، أو عبر حشيان الهدرة في كل مناسبة ولحظة توثق عبر عدسات الصحافة الدولية الحاضرة بقطر. فسياسة الجنرالات القمعية وتكميم الأفواه وقتل المعارضين ونشر الإشاعة بأن الجزائر مستهدفة من طرف جميع الدول العربية منها والإفريقية وحتى العالمية، وأن الجزائري عليه أن لا يثق إلا في أخيه الجزائري، والأجنبي عدو مباح دمه وعرضه وممتلكاته. سياسة كونت جيلا مشوها من المواطنين صنع هذه الجماهير الكروية التي تترك الخراب أينما حلت وارتحلت. ففريق الجزائر غير مؤهل لكأس العالم. أكثر من هذا، فمسلسل الاستفزازات لم يقف عند هذا الحد ولم يسلم منه أحد، حيث أدارت مقاطع فيديو مشجعين جزائريين يرتدون أقمصة الزليج المغربي خلال مقابلة الأسود الأولى ضد كرواتيا، وهو ما يفسر أن كل ما جرى ذكره من معطيات لم يكن حادثا عرضيا أو حتى انفعالات وتصرفات فردية، بقدر ما هي خطة باتت واضحة. يبدو أن النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية من يتحكم في خيوطها عن بعد. ولعل آخر هذه الشطحات محاولة صحفي جزائري استفزاز مدرب المنتخب الكاميروني خلال الندوة الصحفية الخاصة بمواجهة منتخب سويسرا، بعدما واجهه بسؤال خارج السياق وقال له أن المنتخب الكاميروني لا يستحق التأهل إلى المونديال. وعموما فقد أدرك الأشقاء في كل الدول العربية المشاركة في مونديال قطر حجم المعاناة التي ظل المغاربة يتجرعونها لسنوات في صمت نتيجة الحملات العدائية التي يقودها نظام الكبرنات ضد المغرب باستمرار، عبر تسخير كل ما أوتي من إمكانات مادية وبشرية لضرب صورة جيرانهم في المملكة. هذه المرة تجاوز العالمية، فقد استغرب التلفزيون الإيطالي راي نيوز إقصاء التلفزيون الجزائري لخبر فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي، حيث تعمدت القنوات التلفزيونية الجزائرية الرسمية حجب المباراة التي جرت يوم الأحد بملعب التمام القطري بين المغرب وبلجيكا، والتي انتصر فيها أسود الأطلس بهدفين نظيفين مقابل 0 للمنتخب البلجيكي. وبدورها الجرائد الجزائرية تجاهلت أيضا نشر تفاصيل المباراة التي فاز فيها الأسود، واكتفت فقط بنقل تفاصيل بقية المباريات التي جرت يوم الأحد برسم الجولة الثانية ضمن نهائيات مونديال قطر
2022. هذه الممارسات لا الإعلام تبون اعتبرها العديد من رجال الإعلام والمتابعين بالوطن العربي باللا أخلاقية، ولا تعكس مطلقا مبدأ الإعلام الحر، خاصة وأن يتعلق الأمر بمنتخب عربي مغاربي شرف الكرة العربية في مونديال تاريخي على أرض عربية. وأثار ما أقدم عليه إعلام تبون العسكري موجة من السخرية في صفوف الجزائريين ومغاربة وشخصيات من مختلف أرجاء المعمور، حيث علق المعارض الجزائري وليد كبير على حسابه الرسمي بتويتر وقال: التلفزيون العمومي الجزائري يتجاهل فوز المغرب على بلجيكا. وأضاف: شاهدوا يا قادة العرب من يدعي أنه عقد قمة لم الشمل. وسخر الإعلامي المغربي محمد وموسي من واقعة إعلام العسكر، وكتب على صفحته الرسمية بتويتر: هل أنتم متأكدون أننا فزنا على بلجيكا؟ لأنه حسب التلفزيون الحكومي الجزائري المغرب لم يلعب أي مباراة أمس. وبهذه الممارسات المنحطة للإعلام تبون أثبت إعلام الجار السوء مجددا أنه يخضع لنظام عسكري صرف وينافق العالم العربي، كونه نظام ذاته الذي طبل لقمة عربية وأسماها قمة لم الشمل العربي، في وقت أجمع العرب من المحيط إلى الخليج شعوبا وحكومات ورؤساء دول وأمراء على مناظرة المنتخب المغربي من مونديال قطر 2022، ودعمه بوضع العلم المغربي على رأس كل الأبراج العربية بكل العواصم العربية باستثناء عاصمة جار السوء.